هذا الوحش تيشيرت النادي الأهلي. ويبقى السؤال، يا ترى هيفوز هذا الوحش اللي ارتدى تيشيرت النادي الأهلي؟ لكن هو رمزية جميلة نعرف مصدرها وأهلوية من صدرها. هذا هو الأمر. طيب، هتكلم كده بالراحة جدا وبهدوء شديد للغاية، وهبدأ العنوان بتاعي وأقول: لو تفتكروا الأسبوع اللي فات طلعت هنا وقلت في مباراة الأهلي وسيراميكا اللي صدعتنا أسبوعين أهو، إن أنا لو بعلق على المباراة دي أنا هقول إنها لمسة يد. أنا هقول كده بمعلوماتي المتواضعة، أنا مش حكم، لكن هتفرج هقول لمسة يد. تمام. وكنت أعلم قبل ما أطلع الهوا كان ضيوفي 3 زملكاوية كبار أتذكرهم. كان مدحت عبد الهادي، وكان الكابتن حلمي طولان، وكان الكابتن فاروق جعفر. وقبل ما نطلع هوا من خلال أصدقائي في الإعداد دردشوا معاهم: كابتن هيسألكوا كرة ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء؟ فهم قالوا له إن هي ضربة جزاء، فهو قال لي إن الكباتن هيطلعوا، وقلت لهم يقولوا اللي يقولوه. يعني كنت أعلم إن هم هيقولوا إنها ضربة جزاء. بمعنى آخر إن أنا لا مع ولا ضد، وإلا كنت حجبت هذا السؤال عن الضيوف يعني. طيب، نخش في الموضوع. اللي حصل الحقيقة طوال هذه الفترة ما أقدرش أسميه إلا إن هو عبث بكرة القدم المصرية. عبث بكرة القدم المصرية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني. من غير المقبول ولا المعقول إن ضربة الجزاء حتى لو كانت في مباراة مهمة، وشفنا قبل كده مباريات كثيرة جدا مهمة سواء محليا أو عالميا، وهناك أخطاء تحكيمية إذا اعتبرنا إن اللعبة خطأ. إذا اعتبرناها كذلك أنا همشي مع اللي قالوا إنه هي ضربة جزاء، همشي معاك. تمام. هل الأمر يستمر معانا حواريا وعلى مستوى جمهورية مصر العربية، وبدأت الاستوديوهات العربية تبص لنا بصة تانية؟ إيه اللي بيعملوه ده؟ إيه الكرة المصرية واللي بيحصل فيها ده؟ ولما نقول إن هذه الأمور بتؤثر بالسلب على سمعة كرة القدم المصرية، أي حد يقول غير كده بيحاول يزوق الأمور، وأنا بتكلم بهدوء. قلت قبل كده هناك دروس مستفادة، واديت 7 8 دروس مستفادة، وقلت ساعتها أنا مش مدرس، بس دي وجهة نظري. بكرر تاني، كل اللي حصل ده كله هو إثارة للرأي العام الأهلاوي تحديدا عشان ناخده في اتجاه آخر تماما تماما. وقلت قبل كده مش عيب إن احنا نغلط، بس العيب الأكبر إن احنا نحاول نغطي هذه الأخطاء بأمور ما يجب أن تغطي هذه الأخطاء. ليه؟ عشان نقدر نصحح الأخطاء. لكن لو احنا حاولنا نعمل غبار عشان نغطي على الأخطاء عمرنا ما هنصلحها. طول ما أنا شايف الخطأ والناس شايفاه الإدارات ستتجه إلى التصحيح. لكن عشان ناخد الناس في سكة تانية خالص ملهاش أي معنى عشان إن إحنا نخليهم ينسوا، يا سيدي أنا ما قلتلكش ما ننسوش، بس أنت عالج أخطائك. لما قلنا إن النادي الأهلي عمل عقود غير متوازية مع اللاعبين خلق مشكلة كبيرة في أوضة اللبس، كانت نتيجتها إن اللعيبة اللي مش مستحملة إن زميلها ياخد قد كده وياخد قد كده انتهى مستواها. هل ده إمام عاشور؟ هل ده إمام عاشور؟ إمام عاشور من جواه عمال يفكر في الملايين اللي المفروض كان ياخدها. قلنا ده، قلنا ما يجب أن يكون هذه العقود بهذا التفاوت، قلنا ما يجب أن يكون العقد المحرر للمدير الفني بهذا الشكل الغريب والعجيب. لأن احنا لا جايبين جوارديولا ولا جايبين مورينيو عشان نحط هذه الشروط المجحفة للنادي. ده راجل جاي من فرقة طلعت ال 12 في الدوري الألماني، مش جايب أنا واحد سوبر ستار. عشان قلنا ده، قلنا ما ينفعش نادي
وانا اتحدث عن الاهلي بوضوح، عنده مجموعه لعيبه بره النادي في اعارات بيدفع لها مرتبات حتى هذه اللحظه، ملايين الدولارات بتترمي. قلنا ده، مش انا بقولوش النهارده، انا قلته قبل كده، بس بفكر ان احنا لازم نشوف اخطائنا ما نداريهاش بقصص وهميه. قلنا ده، قلنا ان ما ينفعش تجيب واحد زي كاموش ده يقبض قد كده وما لعبش دقائق على بعضيها وما ينفعش يلعب. قلنا ده. هذه الحقائق المجرده اللي لازم نشوفها كجمهور اهلي وكمسؤولين الاهلي، مش احنا بنعلق مشانق لا سمح الله. لكن ما ينفعش بقى نعمل ضربه جزاء والحكايه والروايه. وبعدين كلمتين لسيد عبد الحفيظ، مع كل الاحترام، مع كل الاحترام، انا قلت الاسبوع اللي فات سابقه جديده ان عضو مجلس اداره ينزل من المقصوره عشان يروح للحكم، علشان بشكل او باخر ايه النيه بتاعته الله اعلم، الله اعلم. احنا شفناه هو مدير كوره بيعترض كتير جدا، بيروح الحكام وايه وإيه تمام. راح لغايه الحكم وانت عضو مجلس اداره. وبعدين وفقا لشهود العيان الكابتن سيد مد ايده عشان يسلم على الحكم، الحكم عمل كده وقال ما فيش حاجه يا كابتن عشان اسلم عليك، لانه الحكم ما يعرفش هو لما يسلم يحصل ايه. هل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، النادي الاهلي، يمد ايده وما حدش يسلم عليه؟ ثم يقود مجموعه تروح اتحاد الكوره عشان يشوفوا الفار، عربيه وهيلمان وحكايه وروايه، ورايحين اتحاد الكوره نشوف الفار. اتحاد الكوره قال لك يا سيدي، سواء اتحاد الكوره صح او غلط مش قضيتي، لكن قضيتي انه اتحاد الكوره قال لك ايه؟ قال لك اللي هيجي له صفه فنيه، يعني ممكن وليد صلاح الدين ومعاه عادل مصطفى، ما دول بيفهموا برضه، ما دول كانوا لعيبه برضه يا كابتن بيفهموا يعني. بصرف النظر هم يسمعوا ايه، هم مش هيسمعوا ام كلثوم، هم يسمعوا ببساطه شديده جدا كابتن عاشور اديني الزاويه دي، حاضر اديني الزاويه دي، لا دي الزاويه مش موجوده، لا دي موجوده، انت رايك ايه يا عاشور؟ لا انا شايفها ضرب جزاء تاني، لا انا شايفها كنت قريبها. مفيش حوار تاني، مفيش حوار تاني. هتسمع ايه؟ مش هتسمع حاجه والله، لانه عمر مثلا ما هيجي كابتن وفا اللي هو الحكم هيقول له في الفار، لان الفار ده متسجل وعارف انه متسجل، حكم دولي، هيقول له لا انا بقى هحسبها بقى ضربه جزاء نكايه في الاهلي عشان انا عايز ايه يا جماعه؟ هنسمع ايه؟ هتسمع ايه ما يطلبه المستمعون؟ هتسمع ايه؟ مش هتسمع حاجه والله. لكن هو اكشن عشان نعمل غبار. طب الادهى من كده، الادهى من كده يا كابتن سيد عضو مجلس الاداره، ومعاك الاعلام واربعه مش عارف من المركز الاعلامي وخبير اصوات كلام كتير قوي 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 قوي. طيب رحت وانت عارف ان اتحاد الكوره قال مش هيخش ويشوف غير اللي له صفه فنيه، يعني في السكور شيت، ولا واحد من دول في السكور شيت، يبقى انت عارف ان انت رايح ومش هتشوف. طب رايح ليه؟ انا اقول لك رايح ليه. رايح شو اعلامي عشان نزود الغبار على الاخطاء. وقلت مره تانيه اغلط، ما هو لازم تغلط، بس لازم تبقى الفوكس على الغلط، مش نجيب غبار عشان يغطي الغلط. ده غلط، ده غلط. المصيبه بقى والطامه الكبرى اللي انا هقوله دلوقتي، انت رايح ومعاك المجموعه دي وانت عارف كويس قوي انه لن يسمح لك بمشاهده الفار، لانه اتحاد الكره قال لك مش اللي هيجي فني فقط لغايه ما انت عارف. طيب ماذا لو، وده وارد جدا، جيت حضرتك تخش رجال الامن المسؤولين حطوا ايدهم في صدرك وانت عضو مجلس اداره، انت عضو مجلس اداره، وعضو مجلس اداره ايه؟ النادي الاهلي، وزقوك لان انت حابب تخش بصدرك. انا بقول لك ماذا لو الناس اللي معاك، الموظفين اللي عندك اللي بتدفع لهم مرتبات، صعب عليهم المنظر، مسكوا في رجال الامن، قامت خناقه، اتصورت فيديو، اتصدرت للناس، بقت فتنه يا كابتن، بقت فتنه يا كابتن سيد. انت عارف بقى لو ده حصل، انت عارف دلوقتي اي حاجه بتتصور تك وفي ثانيه بتبقى مغرقه الدنيا كلها. واللي انا بقول ده وارد جدا، وارد جدا. انا داخل بالعافيه
ما هو تعليمات الامن بيقول لك ايه؟ ما حدش يخش، ماشي. لولا ان الامن تحلى باقصى درجات الصبر والسلوك الصحيح، لكن كان ممكن جدا تفتعل ازمه. وانا عارف انا بقول ايه. ممكن جدا تفتعل ازمه عشان يتم تصويرها، عشان تنتشر، عشان الناس كلها تتكلم في الحكايه دي ويسيبوا الاهم اللي انا قلته في البدايه. معقوله؟ ده انت واخد المركز الاعلامي كله معاك 4 من المركز الاعلامي وفيديوهات وكاميرات لانه انا اخشى ان يكون ده مقصود، والعياذ بالله. انا اخشى ان يكون ده مقصود، ان تحصل ازمه وتتصور وتبقى فتنه. ولو الناس وجمهور النادي الاهلي من الشباب الصغير شاف خناقه وبنيات، رد فعلهم هيبقى ايه في المدرجات؟ يعني الرد هيبقى ايه في المدرجات يا كابتن سيد؟ انا اتحدث للكابتن سيد واتحدث للمسؤولين في الدوله. كان هيبقى الموقف ايه؟ هل احنا عايزين نعمل فتنه؟ هل احنا في ظل هذه الظروف اللي بتمر بيها البلد ناقصه فتنه يا كابتن سيد؟ ناقصه فتنه يا كابتن سيد؟ واللي انا بقوله ده على فكره مش بعيد ابدا، مش بعيد ابدا. اي واحد فيه بيتفرج عليا دلوقتي يفهم. انا داخل بالعافيه، الامن بيمنعني لان عنده تعليمات. انت زقتني، انا زقيتك، انا اديتك بقت خناقه، اتصورت، نزل على السوشيال ميديا، الدنيا اتقلبت. الدنيا اتقلبت. اليس بينكم رجل رشيد؟ والوفد ده كله طالع بتعليمات مين؟ هل طالع بتعليمات الكابتن سيد؟ ولا طالع بتعليمات الاستاذ ياسين منصور باعتباره هو المسؤول دلوقتي عن الكوره؟ ولا طالع بتعليمات الكابتن خطيب اللي هو قال ان انا سلمت الكوره كلها للكابتن سيد والاستاذ ياسين منصور؟ يا جماعه، يا جماعه، يا جماعه، يا جماعه، انا ما عنديش كلام اقوله اكتر من حافظوا على البلد، وحافظوا على الكوره المصريه، وحافظوا على سمعتنا الكرويه. وارجوكم في الاستوديوهات، انا ما بتفرجش لكن احيانا البعض بيقول لي طيارات رهيبه ما بين مدافع بقوه ومهاجم بقوه. مش دي الكوره يا جماعه اللي احنا نتمناها، والله والله ما دي الكوره اطلاقا اطلاقا. وانا اتحدث هنا للصالح العام، وزي ما دايما بقول وبكرر، الاهلي والزمالك هم سطوه، سطوه على الكره المصريه، ما دون ذلك غلابه. يعني النهارده طلب، الجونه طلبت، والاسماعيلي طلب، وكهربة الاسماعيليه طلبت، وسموحه قالت لك انا ليا ضربه جزاء في الماتش بتاع الاهلي طلب. كل دول عايزين فار وعايزين يروحوا يتفرجوا. بقترح اتحاد الكوره يعمل كشك اسمه كشك الفار بره كده على الباب، وعليه بتاع كده تحط كده الفيزا تطلع لك اللقطات. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ وعايز رجل رشيد واحد يقول لي ايه المتوقع والمتصور في حوار الفار. الراجل اللي في الفار استدعى الحكم، اذا الرجل اللي في الفار شايف ان في خطأ. خلاص عرفنا خلاص ان الراجل ده شايف ان في خطأ بتاع الفار. التاني راح الفار بعد ما صفر ان هي لعبه عاديه، ماشي. الحوار اللي ممكن ده بيقول له انا شايفها يا كابتن وفا ضربه جزاء. كابتن وفا طب اديني الزاويه الثانيه، الزاويه الثالثه مكسله ولا مظبوطه؟ طب بص بص، انا شايف، لا انا مش شايف. القرار مع مين؟ مع اللي مش شايف انها ضربه جزاء. شكرا. هتسمع حاجه تانية؟ يعني هتسمع حاجه تانية غير اللي انا قلته ده؟ هل متصور يعني ان وفا ده يقول له لا لا مش دعوه يا عاشور، انا اصل جاي اخسر الاهلي؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه بتضحكوا على مين يا جماعه؟ احنا بنضحك على مين يا جماعه؟ انا مش عارف، والله انا ما عارف. كلمه للحق، قصب محمد الشناوي، وانا تواصلت مع مجموعه من اللي كانوا حوالين الحكم، وهم اللي قالوا لي ان سيد دخل مد ايده، الثاني ما رضاش يسلم عليه، قال له انت، لانه الثاني خايف ما يعرفش رد فعله ايه. ما هو
يعني طبعا وفقا لشهود عيان يعني. طيب مجموعه ما يعرفوش بعض، انا تواصلت مع 3 4 منهم في واقعه محمد الشناوي. محمد الشناوي يا جماعه من وجهه نظري لا يستحق ايقاف 4 مباريات على الاطلاق، واقول لكم ليه. من خلال الشهود اللي انا سمعتهم، انا هنا على فكره مش يعني ما ضربتش بقى يمين وبلم شمال زي بعض الناس، ما بعملش كده خالص. انا بقول كلمه حق، مش ضغطت هنا فانا براضي هنا، لا 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 خالص خالص، مش من طبعي خالص. شهود قالوا لي ايه؟ هو الحكم حتى في تقريره قال انذار اول للاعتراض، انذار ثاني للاعتراض بطريقه غير لائقه، طلع له كارت احمر. ده تقرير الحكم باي ذا واي. هو بيمد ايده الشناوي عايز يوصل الحكم عشان يكلمه، واحد من اللي حوالين البتاع بيعملوا له ايده كده، بيعمل له ايده كده، ايده خبطت بدون ما يدرى في الحته دي بتاعت الحكم المساعد، يعني حتى المساعد ما حسش بيها. المساعد بعد ما طلع شاف الفيديوهات كلها والناس كلها بيقولوا ايه ده اتضرب بالقفا، قام كاتب تقرير ان انا اتضربت، فالحكم بالتالي اخذ التقرير بتاع المساعد حطه في التقرير بتاعه. لكن المساعد نفسه ما حسش. انا بقول لكم من خلال الناس كانت واقفه كده، يعني لو واحد اتضرب هيعمل كده، ما حصلش خالص. المراقب فوق مش شايف حاجه، بناء على الفيديوهات اللي انتشرت كالنار في الهشيم كتب نفس القصه. انا هنا بتوجه الى لجنه التظلمات المحترمه المعروض عليها هذا الامر تماما. وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق، محمد الشناوي بريء براءه كامله من الايقاف 4 مباريات، ولا يستحق اطلاقا الا المباراه الوحيده اللي هو اخذ فيها انذارين. هذه وجهه نظري الشخصيه. اخر حاجه، لعبه القط والفار بين الاهلي واتحاد الكوره. النهارده كان في اجتماع لاتحاد الكوره، ما راحش الكابتن الخطيب واثنين من الاعضاء للاهلي، انا اسف للاهلي، ما راحش الكابتن الخطيب واثنين من الاعضاء، وانقلبت الى جلسه وديه ولم تصدر عنها اي قرارات. اتحاد الكوره اجل الاجتماع بتاعه اعتقد لبكره او حاجه زي كده، اللي هو يوم الجمعه، اليوم الجمعه. طب اتحاد الكوره ينتوي ايه؟ مفيش اتجاهات، هو كل واحد مستني التاني يعمل ايه فيقرص في الاتجاه التاني. ده توقعي يعني، مش معلوم، ده توقعي. لكن انا سالت هل احيل الكابتن سيد عبد الحفيظ ذلك الانضباط؟ حتى هذه اللحظه لم يحال. طب هل في نيه لذلك؟ اتصور لا. بالرغم انا لا اوافق على الاطلاق للي عمله، لان ده عضو مجلس اداره. ويا كابتن سيد انت كنت مدير كوره وكنت ملء الابصار والاسماع، ولما الجمهور بدا يهتف باسمك اتشلت. انا ما اعرفش لحد دلوقتي اتشلت ليه. هل اتشلت عشان الجمهور هتف باسمك؟ وبعدين لما مجلس اداره النادي الاهلي عند تشكيله في ظل ظروف معينه شاف ان هو محتاج شخص باسمك جابك. ما تبقاش انت كبش فدا يا كابتن، ابدا ابدا. انت عضو مجلس اداره النادي الاهلي، النادي الاهلي. ما تحطش نفسك تحت اي ضغوط، تحت اي ضغوط خالص. سيب الامور تمشي. في خناقه تحت، سيب وليد صلاح الدين مدير الكوره يشتغل وانت برنس فوق. في فار، سيب الفنيين يروحوا، انت ما تخشش. ما هو وليد صلاح الدين كان لعيب زيك، يروح هو. عادل مصطفى كان لعيب كبير، يروح هو. وفي النهايه لا انت هتسمع حاجه ولا هم يسمعوا حاجه. لكن حافظ على كرسي النادي الاهلي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. ده قيمه كبيره قوي زي قيمه الزمالك. البعض قال لك ان اتحاد الكوره ينتوي انه بقى عشان يخلص بقى مع النادي الاهلي هيرفع جميع العقود الخاصه باللاعبين الوهميه. يعني زيزو مكتوب عقده 5 مليون عشان الضرايب، هيرفعها. انا تقسيط يعني، ده مش هيحصل. لكن انا هنا بقى اخاطب، معلش يعني كلام بيجيب بعضه. الضرايب، الضرايب الضرايب على فكره بتروح لها صوره من العقود باي ذا واي، ولم يتحرك احد.
هل الضرائب مقتنعه ان العقود بهذه القيمه؟ 5 مليون لزيزو وغيره وغيره وغيره، هل مقتنع؟ يا جماعه انا عملت مره اعلان لرساله وجبتهم عندي في البيت طبعا على راسي من فوق لانها اعلان انساني وحاجه جميله جدا، وطبعا بالمجان اكيد، يعني اكيد الضرائب حاسبتني عليه والله، وجبت لهم ورقه من رسالتي او من رساله ان انا لم اتقاضى اجر، دفعت برضه، دفعت عادي جدا للدوله عادي جدا. هل انتم مقتنعين مصلحه الضرائب ان العقود دي بالقيمه دي؟ حاجه، ده فلوس دوله يا جماعه، ده فلوس الشعب، دي فلوس الشعب. وعلى فكره برضو عايز الفت نظر اللعيبه اللي مبسوطه قوي ان هي عقودها بهذه القيمه. يعني يوم يا حبيبي لما يحصل خلاف بينك وبين النادي ويكون في شرط ايا كان هذا الشرط، هتتعامل على ان عقدك 5 مليون، لان هذه العقود اللي بيعتد بيها في الاتحاد وفي الاتحاد الدولي، حتى لو عملوا لك عقد موازي ملوش قيمه خالص، الزمالك بيحط العقود زي ما هي، زي ما هي. هذا هو الامر. كان عندي كلام كتير لكن الوقت جري. اتمنى ان احنا نهدى بقى شويه، الله يخليكم يعني، وبلاش الزوبعه في فنجان، وبلاش قطه الاهلي والزمالك تبقى جمل، وجمل الانديه الاخرى تبقى قطه، عشان تنتظم الكره المصريه. مع الضيوف الكبار ولكن بعد الفاصل. الانوار اهلا وسهلا، يا مرحبا. اهلا بك. والعندليب كابتن عبد الحليم علي، مساء الانوار. مساء الفل يا كابتن اهلا وسهلا. حبيبي يا كابتن. والنجم الجميل الكابتن شريف عبد الفضيل، مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن مدحت. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا كابتن حليم امين صندوق القعده بقى. ايوه صح، وشريف عضو مجلس اداره. ايوه تحت السن. تحت السن. وانا بايه بقى؟ ده جنرال. لا لا لا، انا جمعيه جنرال. عموميه، انا جمعيه الله، عموميه. انا لا لا العفو، انا الجمعيه العموميه. طيب هندردش شويه دردشه كده، بما انه ما عندناش احداث غير هذه الاحداث، والناس اكيد في البيوت مستنيه تسمع منكم. انا اتكلمت خلاص، والحمد لله انتم ما سمعتنيش في الانترو عشان ما حدش يتاثر باي حاجه انا قلتها يعني، وانا عارف من غير حاجه ما حدش بيتاثر، انتوا ناس كبار يعني. ابدا كده مع الاقدم ولا ابدا مع كابتن بركات، لانه السؤال متعلق بالاهلي؟ يبقى نروح لبركات. متعلق بالاهلي. انا بحب يا كابتن كمان اسمعه هو الاول. بتمتع بيه. طبعا كلنا بنتمتع بيه. عشان يديني وبعدين اروح رايح معاه بقى. طيب كابتن بركات، النهارده اتحاد الكوره كان بيكرم الرباعي اللي هيروح ان شاء الله كاس العالم باذن الله، ودي حاجه فخر لينا ان 4 مره واحده، دي حاجه ما حصلتش قبل كده، حاجه جميله يعني، طاقم كامل يعني. ومنح الشاره الدوليه لمجموعه من الحكام، اوريدي هي كانت موجوده، بس قالوا النهارده فرصه واحنا بنحكم، واحنا سوري بنكرم الاربعه دول، بنسلمهم الشاره الدوليه. البعض تحدث انه هذا الامر موجه للنادي الاهلي، انه يعني وفى اللي لسه مش عارف ايه، انتوا بتكرموا كده يعني. رايك ايه بشكل عام في الحكايه على بعضها؟ طيب يعني بص، خليني اكلمك بصراحه، يعني الصراحه المعهوده يعني. كنت ممكن تاجلها شويه. يعني انت بتعمل تكريم بنبارك طبعا للكابتن امين عمر واحمد حسام طه وكابتن محمود عاشور وابو الرجال، طبعا كل الناس دهيت يعني بصراحه مشرفينا، وان هو موجود طبعا عدد كبير لاول مره من الحكام، 4 حكام موجودين في كاس عالم، ده شيء يشرفنا ويبسطنا جدا ونتمنى لهم التوفيق. وده شيء كويس ان الباشمهندس هاني ابو ريده يكرم الناس ديت، لانهم يستاهلوا فعلا، ورفعوا راسنا، وان شاء الله يرفعوا راسنا في هناك يعني ان شاء الله في المباريات. نعم. ولكن يعني الاجواء في الفتره الاخيره ملتهبه، الدنيا واللي حصل من ساعه الماتش وضربه الجزاء والاخطاء التحكيميه اللي بتحصل واوسكار رويز قال وبعد كده ما قالش عاد وبعد كده يعني بص الدنيا مش هتشط. فهو ده طبيعي جدا ان انت مثلا بتقول ماشي ممكن انا اهدى شويه اما الدنيا دي كلها تهدى وتروق وكده ابقى اكرمه وكده، لان في ناس فعلا زي ما انت بتقول حضرتك متابعه وبتشوف ان ممكن يكون الكلام ده مثلا بالعند في النادي الاهلي فانا بقول لك هو مش وقته، كان ممكن الموضوع يتاخر شويه. حكامنا واحنا عارفينهم وبنفخر بيهم كلهم طبعا، وكلهم ناس كويسه، كلهم ناس على الراس.
ودايما انا لما بتكلم على التحكيم برضه ده لازم ااكد كل مره وانا بتكلم التحكيم، عندنا انظف حكام وانزه حكام واعدل حكام، وعندنا حكام كويسين. اشتغلت في اتحاد الكوره اخطاء موجوده، طبعا، في اخطاء العالم موجوده، كله. اخطاء موجوده وكله بيغلط. وفي نفس الوقت ما تقدرش ان انت تيجي تلوم نادي ان هو بيدور على حقه او طبعا. حق جمهوره. النادي الاهلي كابتن مدحت، النادي الاهلي نادي كبير. نعم. النادي الاهلي يعني في انديه هنا يعني ما عندهاش جماهير او كده، فمش هيفرق معاها غلطه من بطوله وكده. ولكن انا هنا كمجلس اداره النادي الاهلي، وانا والله العظيم ما بدافع عنهم، ولكن انا راجل في ملايين في رقبتي، فانا ما يبقى في ملايين في رقبتي انا لازم اجيب حقهم. فما فيش اي مشكله ان انا ادور وايه اللي حصل وايه اللي اتعمل وايه 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 وايه. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، اتفضل اتفضل. لان دي مهمه جدا. ليه بقى في ناس، عشان اكون كلمتك في كل حاجه، في ناس تيجي تقول لك ايه، النادي الاهلي والنادي الاهلي بيعمل كده علشان ينسي الناس المستوى الفني وينسي الناس الصفقات. لا لا يا كابتن، احنا ما بننساش، احنا عارفين النادي الاهلي السنه دي وحش، رغم ان انت كل اسبوع بتسالني مين اول وتاني وتالت، انا بقول لك ايه؟ بقول لك الاهلي. وارد جدا. والاسبوع دوت انا بقول لك ان شاء الله وارد وارد جدا، واحنا قلنا وانا كده. واثق ان النادي الاهلي باذن واحد هياخد الدوري. تمام. وانت واثق من الحكايه دي؟ انا بسمعه. ولكن لا، احنا مش ناسيين وعارفين ان احنا عندنا مشاكل وعندنا اخطاء او دي حاجه. وحاجه تانية خالص ان انا بدور على حقي وحق النادي بتاعي وحق جمهوري اللي بالملايين والكلام ده كله. وكل الناس على فكره بتتكلم، اصل الناس بتيجي تقول لك يا كابتن مدحت، هو انتوا يا عم الكوره في اوروبا وبتاع وكلام من ده، يعني هو في اوروبا بيحصل كده؟ تعالى شوف لابورتا عامل ايه النهارده، مولع الدنيا في اسبانيا على خروجه، وبيستخدم الفاظ العار والخزي بس احنا ما نوافقش على ده. ما هو غلط. انا قصدي ان يقول لك ايه، يعني إن ده ما وضع نقتضيش طبيعي. بالاسوأ. لا يا كابتن بص، احنا دلوقتي مثلا دايما بنقول للناس مش عيب ان انت تدور على حقك، وفي نفس الوقت في حاجات ما نقدرش ان احنا ما نبصش عليها. يعني مثلا هو الشناوي اتعاقب، لا يتعاقب، غلط. انت فاهم؟ فلا في حاجات انت قلت، بس انا قلت في الانترو امر مختلف بالنسبه للشناوي، لانه انا جالي امور اخرى هقولها لكم، الناس سمعتها هقولها لكم في الفاصل. طيب كابتن شريف، هو طبعا كابتن بركات بيقول من اكيد اي نادي من حقه ان هو يبحث عن حقه، بس خلينا برضو نتفق انه مشاهده الفار مش هتضيف معلومه. انا قلت ده في الانترو لانه الحوار معروف وانا قلته في الانترو، كرره تاني يعني. وبالتالي الاهلي من حقه انه يقول ان احنا اتظلمنا وكذا وكذا، لكن هل ان احنا نفضل نتكلم اسبوعين في هذا الامر ونخلي السوشيال ميديا كلها تتشحن بهذا الشكل لضرب جزاء، حتى ولو كانت ضرب جزاء في مباراه؟ انه سموحه قالوا انه ليها ضرب جزاء، قد تكون ضرب جزاء سموحه برضه مهمه بالنسبه له، عايز يخش الكونفدراليه اي حاجه يعني. النهارده وانا قلت 5 انديه مقدمه، بص يا سيدي، الاسماعيلي وسموحه وكهرباء اسماعيليه وغزل المحله وبيراميدز، شفهيا بيراميدز في الاخر عايزين يروحوا يشوفوا الفار وبيشتكوا من الحكام. هل ده ممكن يعمل بقى فوضى في الموضوع؟ كابتن بركات قال الاهلي بجماهيره طبعا، بس كمان لازم نتفق ان كل نادي له حقوقه طبعا، لان نلعب كلنا في مسابقه واحده. عايز تعليق منك؟ المختصر يا كابتن في اللي حاصل ده واللغط الكبير اللي حاصل، احنا يمكن كابتن بركات لم المواضيع كلها في عناوين. العناوين دي مهمه جدا. اولا هنا العداله هنا بدات الفرق كلها بتدور عليها. يمكن انا اتكلمت مع كابتن بركات قبل ما نخش، حتى بقول له معظم الفرق دلوقتي بقت مركزه قوي مع الحكام، فبدات الحكام تضغط من اللي حاصل. والحكام دول صغيرين ولسه بيكتسبوا خبرات، في منهم كتير جدا بيكتسبوا خبرات. طيب هنا النادي الاهلي برضو احنا اتكلمنا في نقطه بيدور على حقه، انا لازم اخده. انت بتضيع دوري مني، انت مالكش دعوه بقى انا ادائي وحش، ادائي مش لا مش كويس، شغلتك دي خالص، مش بتاعتي خالص، مش بتاعتك خالص. انا اديني حقي طبعا. طيب فالاهلي اي نادي من حقه ياخد حقه، بيستخدم كل السبل والطرق الشرعيه في انه يسترد حقه. في الدوري ممكن الانجليزي في الحته دي ماشي وقفه صغيره. يسترد حقه لما هيشوف الفار، ايه اللي ممكن يشوفه يخليه يسترد حقه؟ مصداقيه الكلام واللي حاصل من والى، من كلام من كل اللي حصل ومن الحكم. لان ده ايه الحوار اللي انت متصوره ما بين الاثنين من وجهه نظرك؟ ايه اللي ممكن يوري لنا حاجه؟ اللي يوري لنا حاجه اعتقد ممكن مثلا موقف كابتن سيد، موقف الشناوي، موقف دفع على اللعبه وبتاع التريزيجيه. لا انا بكلمك على الاحداث دي. طب اللعبه بقى نفسها الفار بيتكلم على اللعبه. الحوار ده هيبقى
اكيد في كواليس جامده جدا. زي ايه؟ الكواليس طبعا اديني انت لان كابتن محمود تصور ليك من لان خيالك. كابتن محمود عاشور الطبيعي هيتكلم قال له انها ضربه جزاء معروفه عشان جابه وقال له تعالى شوف، وبدا يجيبها له من كذا زاويه وحكم الملعب التاني ابو هيقول له الوفا إيه؟ بدا يجيبها له يقول له هات الزاويه دي وهات الزاويه دي. فبدا هنا ردود الكلام رايح جاي، الكلام رايح جاي. انا مهم جدا اعرف. لا مش الكلام رايح جاي، احنا عايزين، انا مش عايز ازنقك في الحوار ماشي. بس عايزين عشان الناس بتسمعنا تخيلك انت ممكن تسمع ايه في الفار. عاشور هيقول له انا شايفها ضربه جزاء، وفا هيقول له ايه؟ وفا هيقول له لا انا طيب شايفها من وجهه نظري ايه تاني إنها حوار مش غير ضربة كده جزاء. ممكن يكون؟ اكيد يا كابتن لو حد عنده حاجه يقول. كابتن بص، هي الملخص بتاع القصه دي كلها. انا مش عايز اروح انا كنادي اهلي انا مش هيرجع لي النقطه دي. كابتن محمود عاشور، انا سوري يا شريف، محمود عاشور اتفضل. افضل حكم فار في افريقيا. ما اختلفناش، تمام، ما اختلفناش. محمود عاشور اما يجي ولا ما يروحش كاس عالم. اما يجي ويكلمك ويقعد معاك ويقول لك كذا كذا وتطول معاه وانتوا قاعدين عمالين تكلموا، محمود عاشور بيقول لك من خلال خبرته دي كلها انها ضربه جزاء، ان الكوره ماشي. لا الحكم تخضع الدولي لرؤيه وافق. انا شايفها ان هي تمام، رغم ان القرار النهائي عند الحكم على بس فكره. خلاص انت جاوبت. اه. ايه حوار تاني ما بينهم ممكن انت تسمعه؟ ده التوقع وانا زيك. هو الوضع الطبيعي في اللعبه دي كده، ولكن هم كانوا النادي الاهلي عايز يسمع اللي حصل ايه لان اللي هو ممكن اديني من خيالك. لا انا خلاص احنا خلصنا اللعبه، بس هو انت دلوقتي بتشكو في لجنه الانضباط ان الحكم تعدى على لعيبه كبيره، لعيبه ده مش دوليه. موجود في الفار يا كوتش، انا بتكلم على الفار. لا هو كان عايز ياخد، ما هو الاهلي كان لا عايز ده يشوف مش موجود في تسجيلات الفار كمان يا كابتن، لا، تسجيلات صوت، ايه؟ تسجيلات صوت، ده وكان كله عايز يسمع متسجل. الكلام ده صوت كله. منين؟ بس ثانيه واحده يا جماعه، هو الفار بيسجل ايه يا كابتن؟ بيسجل كل حاجه يا كابتن. بيسجل حكمين في لعبه، ده الفار. لا هو كابتن مدحت هل الفار بيوصل هو انه تريزيجيه هو قال اتكلم كله. تسجيلات الحكم هو بركات بيتكلم يا كابتن النادي الاهلي مقدم عشان بس الناس تبقى فاهمه يا جماعه، الفار لا يسجل الا حوار حكم الفار مع حكم الساحه بس. حصل حاجه في الملعب بين زي ما بيقولوا تريزيجيه ومش عارف ايه، ايوه الفار ماله؟ دي كاميرا بس هو ده اللي بيتكلموا فيه، هو ده الاهلي مقدم في كده. كابتن مقدم في ها؟ طبعا كباتن طبعا ادرى دي منطقتهم وماتشهم ولعبتهم. لا احنا إنما بنتكلم بشكل عام. انما مش بستشهد برضه، انما كان في مباراه للزمالك، انا فيما يخص ان حاجه ايه اللي بيدور. فكان في مباراه للزمالك، كان كابتن امين عمر حكم، كانت مباراه الزمالك والمقاولين. نعم. وساعتها كان سمحوا ان الحوار الناس تسمعه. ايوه اللي هو الفار. الفار تمام كده. في كوره كانت لينا اتشاطت، فالسيرد باك جاي واخد المندافع، فهو خارج فراح جت في ايده. تمام. واحنا بنشوط تمام. فكان جوه خطوه. مم. هو اما جت في ايده راح الديفنس راح طالع لبره. ماشي. هو شافها ان جت في ايده من بره. تمام. الفار ناداله قال له الكوره دي من جوه. تمام. والحوار دار، واعتقد كلنا كنا سمعناها ساعتها. تمام. كابتن امين عمر قال له انا شايفها كده. انا شايفها، هو حر. شايفها هو الحكم. وده الحوار اللي انت ده فيما يخص الحوارات ما بين ما هو مفيش غير كده، ما فيش في الفار غير كده، ده اللي مفيش حوارات في كابتن هي الفار. الفكره مش اهلي وزمالك. لا المشكلة إن هي خالص. بتكبر، هي بتكبر بس في اهلي وزمالك. انما هي المشكله ان زي ما شريف قال، الحكام لما بتحصل موقف ده هي بترجع تضغط، وبناء على كده بتفقد تركيزها، فبتاثر على فرق تانية. كابتن خلينا اكون امين معاك، انا بعد ماتش الاهلي برضه عشان الواحد يكون امين، سموحه ليه ضربه جزاء في ماتش الاهلي اللي بعده. مليون%. يعني سموحه ليه ضربه جزاء. فانت عندك دلوقتي طب الدنيا ما اتقلبتش ليه؟ سموحه جاوبني بس على السؤال ده. النادي الاهلي نادي كبير وليه عشان جماهيريه. سيبك من الاهلي ما كانش فيه، عشان سموحه ما عندوش جمهور. ايوه طب بقول لك الجمهور طبعا هل كره القدم تمشي بهذه العداله؟ وبعدين يا كابتن بص، يعني عايز تحسب حاجه للاهلي ما تحسبهاش لسموحه مثلا او للزمالك؟ ما هو الاهلي اتضر قبلها ب3 ايام. اتضر وسموحه اتضر، وسموحه بعد 3 ايام اتضر، والزمالك اتضر، وانبي اتضر، والجونه اتضر. لا خليني اكلمك على الثلاث ايام اللي هم بتوع تحديد الدوره النهائيه اللي احنا شغالين فيها. بيراميدز اتضر. طب سيبك من كده، خلينا في مجموعه الهبوط وكلنا عمالين. انا واحد طبعا بدعي بينافس على البطوله بيراميدز، وانا واحد من الناس اللي بدعي طبعا للنادي الاسماعيلي. النادي انا شرفت ان انا العب في الماتش ده. النادي الاسماعيلي يا كابتن بيتذبح كورتين. الاسماعيلي 3 ماتشات ورا بعض يا كابتن. ايه الاسماعيلي بيتذبح. طب يعمل ايه؟ وعنده جمهور يعمل ايه؟ هو بس يا كابتن مدحت اكمل بس على كلام ده اتلغى له جونين. اكمل على كلام بركات وشريف وحليم. احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت برضه كابتن نفس الكلام.
النادي الاهلي ليه الحق اللي هو يستفسر على حقه شرعي في اللي حصل. نعم. حضرتك لما سالتني قلت لي ضربه جزاء، قلت لك ضربه جزاء، بس يا كابتن في حاله ان دي بتتحسب وزيها ما بتتحسبش. انت يبقى قلت هنا كده. يبقى هنا مش مظبوطه. تمام. هنا مستحب او قانونا نعم. في اتحاد الكوره نعم. ان النادي الاهلي يروح لجنه او اداريين فنيين يروحوا يسمعوا الفار. ده موجود رسمي. لا هو مش موجود بس للشفافيه. تمام. اذا اتحاد الكره شايف للشفافيه تعالى اسمع. تمام يا كابتن. ما انت مش هتسمع حاجه. تمام. انا بقى النادي الاهلي راح، المجموعه راحت، كابتن سيد اي حد وراح عشان يسمع. بعد كده اي حاجه ما تحصل زي ما حضرتك بتقول 5 فرق دلوقتي. ده الطبيعي هتبقى في الكوره المصريه. ما هو شكلها كده. ما هو ده، ما هنا قلت اعملوا كشك الفار. ما هنا كابتن، ما هنا كابتن بنتكلم. تحط الفيزا. هنا بنتكلم في القصه ديت. ده صح. حط الفيزا نزل الفار. ده صح ولا غلط؟ فهمنا بركات، ده صح ولا غلط؟ يعني النادي الاهلي بيدور على حقه، والزمالك بيدور على حقه، والاسماعيلي بيدور على حقه. اي نادي شعبي بيدور. طب الانديه الثانيه؟ لان جات لك فتره من الفترات يا مدحت كانت عندك راجل كان بيحلل لك الحاجات دهيت وبيطلع للراي العام بيحطها قدام الناس كلها، فما كانش بيبقى فيه لغط. يعني كان الكلام دوت بيتعمل كان بس بيحصل اختلافات. وقعد الراجل وقلنا عليه كويس يعني وبعدين بعد ما كلاتنبرج وبعد ما قعد الراجل شويه قلنا عليه كويس. حصل فيه ايه؟ الحلقه اللي خد بعضه وطلع يجري بعد الحلقه اللي فاتت بركات انا قلت الكلمه ديت. قلت ايه؟ بنالتي ولا مش بنالتي؟ يبقى لازم حد يطلع مسؤول يوضح الصوره ديت. ممكن نكون احنا مش فاهمين حاجه في قانون للتحكيم مش واصلنا. ايوه. هو يوصله ويوصل لسائر المشاهدين. فهمتني ازاي؟ انما ما فيش حاجه من دي بتحصل. انا كلمت النهارده بقى بدون قطع حديثك. انما كابتن معلش، التكريم اللي بركات بيتكلم فيه انا اتفق مع بركات مش وقتها، لان في وجع. بس انا شايف ان انت النهارده اتحاد الكوره بيقوي حكامه في الوقت دوت. هاني ابو ريده قال، وانا ساندكم. وعلى فكره دي حاجه ما تزعلش. ايوه يا ريت. ما انا بقول لك هو يا ريت تشتغل على انك تقوي حكامك وتبقى حكامك قويه وتقدر عايزين نسمع العندليب عايز يقول حاجه. هو الموضوع يا كابتن كبير، الموضوع مش بسيط يعني. نعم. ومن حق الفرق تدور على حقوقها. طبعا. الماتشات المصريه بتحدد مين اللي يصعد ومين اللي ينزل. صحيح. فتعب موسم كامل. صحيح. فبالتالي ده اللي عامل الضغط العصبي علينا كلنا. ايوه. انما هل مش ممكن يبقى في لائحه؟ خلاص احنا بقينا فتره بنستعمل الفار. هل مش ممكن تبقى في لائحه في بعض الامور اللي زي دي تحكمها اللائحه؟ بمعنى ان في مباراه زي ديت في الحكم اخطا مثلا. انا بتكلم هنا على الجميع. لو افترضنا ان الحكم اخطا، طب هل ما فيش لائحه مثلا ان في حوار ضار فحصلت اللعبه دي واللعبه دي ظهرت للجميع مثلا، هل ممكن يبقى في رجعه او رجعه يعني تتعادل المباراه؟ يعني مفيش كلام ده خالص في العالم كله. لا مش تعادل مباراه. هي كويس انها حصلت يا عبد الحليم. مش تعادل مباراه. هي كويس انها حصلت في نهايه الموسم. ليه؟ لانك انت هتبني على الموقف دوت في الموسم الجديد. في الموسم الجديد، فهتقوم حاطط يا جماعه بخصوص المشاكل لو حصل كذا 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 كذا، فهتقوم حاطط بند هيبقى واضح وصريح قدام او نقول بركات مثلا ان انت مثلا يعني ايه الناس هتسمع، الناس مش هتسمع، هتدفع رسوم معينه، الحاجه هتبقى رسمي. هي مش موجوده. انما هي مش موجوده. انت وبعدين انا مثلا عايز اسمع، فانت رديت عليا قلت طب خلاص هسمع موضوع استثنائي نظرا للشفافيه. حصل اللي حصل ما سمعتش. فبص الموضوع اتطور وهو ما فيش لائحه باينه لا في اتحاد كوره ولا في رابطه ولا لا على مستوى العالم. انا اتفق معاك بقى بركات اللي هم حطوا اللائحه من الموسم الجديد او حاجه بند من اللي هم اللي حق عايز يسمع هتاخدها كل الموسم. كل الموسم هتعمل كده. كل الموسم كل الفرقه هتعمل كده. وهو ست فرقه دلوقتي النهارده مقدمه اهي. هو في حاجه يا كابتن مدحت، انت لو ارجع بس فيها ليها حل. ارجع بقى بركات 6 سنين كده هتلاقي كل سنه بنقول ايه يا رب السنه الجايه نتغاضى عن اللي بيحصل في الدوري العام، الهبوط، الصعود، مش عارف. كل سنه بيطلع لك حاجه جديده. كل سنه. يعني انت دلوقتي بتتكلم في ايه؟ في الواقعه ديت في نهايه الموسم. طب الموسم الجديد هيعملوا فيها ايه؟ طب هيظهر لك في الموسم الجديد حاجه جديده تاني. لا هو يعني دي حته كده. عايز تقول حاجه قبل ما اطلع فاصل؟ انا عايز اقول يا كابتن لما بتكلم اصل اللعبه دي حصلت كتير جدا. الاخطاء دي ده اكتر واحده بتاعتكم بتاعت مصر المقاصه دي. بس انتوا قلبتوا الدنيا برضو وقتها. الجدال هنا وقف الدوري 40 يوم وكان شغلان. الجدال هنا ما بين الصفاره وما بين حكم الفار. كل احترام متدين. انا بقول تعديل انا مش عايز ايه هو بقى؟ ما انا ممكن احط حد زياده جوه الفار. جوه الفار؟ ما هو في مساعد فار. احط واحد للحالات الجدليه دي. ممكن اوجد حلول التفكير، يعني ممكن نفكر نوجد حلول للحالات. ما انت خلي بالك ده بروتوكول عالم، ده بروتوكول خاص بالاتحاد الدولي. انا مش هطلع بعيد عنه. الاتحاد الدولي بيحط السيستم ده واحنا بننفذه لان احنا ماشيين مع الاتحاد الدولي.
لكن يبقى هو السؤال المطروح، انت هتسمع ايه؟ قلبي قلبي اللي انت اذا حوار اخر ولكن بعد الفاصل. كابتن عبد الحليم، الزمالك لو كسب المباراة اللي جاية قدام بيراميدز، أولا لا الزمالك طلب حكام أجانب ولا بيراميدز طلب حكام أجانب. أنت شايف المباراة دي كانت تستدعي حكم أجنبي خوفا من أي حاجة، ولا أوكي نتوكل بالمصري؟ لا نتوكل بالمصري. نتوكل بالمصري. مفيش ما احسن أنتش قلقان؟ مفيش احسن من المصري. مفيش أحسن من المصري. طيب ما أنتش قلقان؟ لا مش المصري. اتوكل على الله، اشتغل. الناس ادارت ماتشات كتيره، في توفيق وفي عدم توفيق، انما ادي الثقه في ماتشات كتيره، فبالتالي انت مش كل شويه تجيب حكم اجنبي، انما في ماتشات كبيره بتستهدف بعض الامور انك تفصل بقى الجدل ده كله وتجيب حكم اجنبي. طب الماتش ده لو الزمالك كسبه يبقى اخذ الدوري ولا لسه بدري؟ لسه بدري. اكيد هتقربه، واكيد ترفع من الحاله المعنويه للاعيبه الزمالك والجهاز نادي الزمالك. انما انا من بدري بقول ما تقدرش تحسم مين اللي ممكن ياخد البطوله، لسه في ماتشات لا لسه بدري خالص، وهيقابلوا بعضيهم لسه 5 6 ماتشات يا كابتن. ففي لسه المسافه، وبعدين لا مش 5 6 ماتشات ولا حاجه، يعني في ناس عندها لسه يعني 5. يعني سيراميكا لعب ماتشين، انبي ماتشين، مصري ماتشين، الاهلي 5 ماتشات، سموحه ماتشين، الزمالك ماتش وبيراميدز ماتش، يعني 6 و6 و5. الاهلي ماتشين، 5 الاهلي ماتشين، الاهلي ماتشين بالظبط. لسه بدري طبعا، وهيلعبوا بعض كمان، يعني فيها كلام. ماتشات المواجهات دي اللي هتحسم يا كابتن. هي المواجهات الجدول قدامنا اهو كابتن. في ماتشات السيناريو بتاع المباراه وحاله اللعيبه وحاله الملعب ما تقدرش تضمن الثلاثه بونت، والثلاثه بونت الفرق كلها قريبه من بعضها. ماتش يوديك وماتش يجيب. لسه ما حدش يقدر لسه بقى. طيب كابتن شريف، ما انا هسال بقى سؤال اهلي سؤال زمالك دلوقتي. الجماهير بتهاجم هجمه المدرب، هجمه اللعيبه، هجمه الاداره مؤخرا يعني، ودي حاجه جديده ما نحبهاش ابدا يعني. من وجهه نظرك مين يتحمل هذا الموسم بالنسبه للنادي الاهلي؟ دايما يا كابتن يعني النادي الاهلي نادي كبير طبعا. الفتره اللي بيمر بيها دي، انا شايف ان الموسم ده موسم يعتبر موسم للنسيان للنادي الاهلي. خلاص هتبدا مرحله جديده، هتبدا مرحله مين جديده، ولكن هنا اللي بيتحمل طبعا يعني انا ما اجيش اقول او مثلا ارتب طبعا كل منظومه بتقاس من اداره وفني، كل يعني عندنا لعيبه وعندنا مدير فني وعندنا اداره يا كابتن وفنيا، اداره وفنيا الاثنين مش واحد. انا ما اداره وفنيا المدرب الاول ولا اللعيبه؟ لا المدرب واللعيبه الاثنين على نفس طبعا يا كابتن، على نفس القدر. بس طبعا انا برضو بحاسب المدرب. طيب انا جبت لك صفقات، الصفقات دي هي هي مستوى النادي الاهلي ولا مش مستوى النادي الاهلي؟ هي دي اللي تفرق. يعني احنا شفنا المستوى اللي بقى فيه النادي الاهلي ده. انت لما يبقى عندك 2 من رصاد حربه موجودين وما بيسجلوش اهداف، او نسبه التهديف مثلا خلينا نقول هدف او 2، واحد تاني ما بيشاركش خالص. انا بتكلم على الصفقات اللي جت. طب انا كمدير فني، المدير الفني فيه بعض الثغرات برضو في الماتشات يا كابتن مدحت، التغييرات، التوقيت، المجموعه، قوه الشخصيه المدرب، قيادته حتى في الملعب. قوه شخصيه المدرب مهمه جدا. انا لما الاقي نجوم ما بتأديليش في الملعب، لا لازم تقعد دكه. هخلق منافسه بين اللعيبه، هخلق دوافع جديده للعيبه. هي دي اللي بتفرق. يبقى هنا قوه شخصيه المدرب دي مهمه جدا. ودي في بعض الاحيان شفناها في بعض المباريات مش موجوده. مهم جدا المدرب المدير الفني بالذات للنادي الاهلي يبقى قوي الشخصيه، لان معاك نجوم. النجوم دي هتحكم فيها ازاي؟ بقوه شخصيتك انت. مفيش كلام. طيب انت كمدير، انا شايف لعيبه معينه، نجوم معينه في الفريق ما بتأديش، ما بتدينيش ال 100% اللي انا عايزها. خلاص الحاله الذهنيه والبدنيه بتاعتها مش كامله 100%. اقعد دكه، اخلق منافسه في لعيبه نجوم عندك ممكن ما يكونش عنده البديل المناسب، في تخمه في مراكز معينه تقدر تعوض لي بده، تقدر تنتج لي ده. وبدليل عندنا طاهر محمد طاهر نزل كسبني الماتش اللي فات. عندنا حسين الشحات كان موجود. حسين ده ما يقعدش، المفروض ما يقعدش لحد دايما حسين منافس قوي جدا لاي حد في كل المراكز، من احسن الونجات في مصر بالظبط كده. وعندنا طاهر وحسين والعناصر دي كلها كانت تقدر تخش المنافسه مع اللي موجودين، يخلقوا منافسه. طيب كابتن مدحت، فيما يتعلق بنادي الزمالك دلوقتي عنده ماتش ان شاء الله يوم الجمعه طبعا، شباب بلوزداد، وبعدين عنده بيراميدز. هل من وجهه نظرك وانت اشتغلت مدرب في النادي طبعا ممكن بعض اللعيبه المهمه لانه ماتش بيراميدز؟ طب الاول من وجهه نظرك الاهم الكونفدراليه ولا الدوري العام؟ ما تقوليش الاثنين،
لو انت بتختار عايز الاول الدوري ولا الكونفدراليه الاول؟ لا، ما هو الكونفدراليه الاول طبعا يوم الجمعه. لا لا كبطوله لا، كبطوله. عشان لا، انا عايز الاثنين. فاهم، انا قلت ما تقوليش الاثنين. ما هو كابتن، ما هو في حاجه يا كابتن ماهر. ما هو النهارده حضرتك سؤال بتتكلم مهم. حضرتك بتتكلم يا كابتن على مجموعه لعيبه، وعندك بطوله افريقيا، وعندك دوري عام، وانت الاول وعايز تاخد بطوله دوري عام رغم الظروف اللي النادي كلها فيها. تمام. تمام. معتمد، وانا قلت الحلقه اللي فاتت، معتمد عرف يوفق ديت، وحتى بركات شكر فيه، اللي هو عنده مجموعه لعيبه صغيره طبعا اعتمد عليها في وجود عمر جابر كان متعور، كان دونجا قبل ما يمشي كان متعور، بنتاج ما كانش جاهز، الخلاف اللي هو هيمشي ولا لا، فتوح ما كانش متواجد، يعني كان في ناس كتير قوي ناقصه، عبد الله سعيد كان متعور. لما دخل يعني الانسجام اللي حصل ده يا كابتن، عرف يهيئ وعرف يوظف اللعيبه من خلال المباراه. مش مختلف على انت بقى كراجل زملكاوي، قالوا لك هتاخد جدلا هتاخد بطوله واحده السنه مثلا تمام. انت تتمنى تبقى الدوري العام ولا الكونفدراليه؟ لا، هقول له الدوري العام. الدوري العام. الدوري العام نفس الوضع؟ لا، انت هتعوز الكونفدراليه. الاثنين بس ما احنا الاثنين دي منتهين منها بقى. مبدئيا دلوقتي انت اللي بتلعب فيها البطوله الافريقيه. طيب يعني انت لو بتختار واحده منهم ان بطوله هي تتحقق لك، تاخد الكونفدراليه ولا الدوري؟ الدوري العام. نفس الكلام يعني. كابتن، طب اشمعنى الدوري العام يعني الزمالك عايزه مش الكونفدراليه؟ كابتن بص، الدوري العام ده ليه مذاق. الكونفدراليه فلوسها اكتر. الدوري برضو يبقى الدوري، مم. يعني الدوري فكره دوري، دي حاجه عظيمه جدا. مم. الحمد لله، انا ربنا كرمني في النادي الاهلي كام في بطولة؟ الجيل بتاعنا. مم. انا لعبت في النادي الاهلي 9 سنين، اه خدت 7 دوري، وسنتين الدوري ما كملش، اوكي يعني فل. مم. وفي دوري مع الاسماعيلي، اه يعني كان ليه طعم تاني برضه مختلف بقى، عشان يعني ده بره الإسماعيلي. الدوري اللي بره الاهلي والزمالك. لا، الدوري يا كابتن طعمه، الدوري طعمه يعني حاجه مم. كويسه. هتدخلك دوري ابطال افريقيا، مم. هتخلي من خلال دوري ابطال افريقيا مم. ان الزمالك هيبقى عنده امل ان هو يكسب البطوله، مم. انه يلعب كاس عالم للانديه. اه ولو فكرت فيها بالناحيه الثانيه، اه ما انت الكونفدراليه لو كسبتها، نعم انا كنادي الزمالك عندي مشاكل، اه فلو كسبتها هاخد 4 مليون دولار وقتي قريب. صح. خلاص انت ده في قبل النهائي، اه ربنا وفق الزمالك، خلاص 4 مليون دولار اه مع هتأهلك لكاس سوبر افريقي، فهتلاعبك على بطوله ثانيه. مم. فهتلاقي دي مهمه ودي مهمه، يعني بص دي مهمه مفيش ودي مهمه. كلام، بس الدوري بس انا بشوف دايما ان بطوله الدوري يا مدحت بس رقم ليه يا واحد. كابتن دوري؟ اه ليه الدوري السنه دي؟ انا اسف مثلا، ليه الدوري السنه دي؟ الدوري السنه دي هيبقى ليه طعم مختلف تماما. امم واي حد في الشارع عارف الكوره ان الزمالك الظروف بتاعته وجاي ومن بعيد، وان يمشي بالمساحه دي. الدوري هنا مش المهم يمشي للنهايه باذن الله الدوري هنا مش هيتنسي. مش هيتنام. لا، لا مش وبعدين هيتنسي. اهميه الدوري برضو ان انت هتبتدي تحفل على المنافس بتاعك. لا، بص، ودي متعه تانية يعني. تحفيل لطيف وحلو يعني مش تحفيل ده لا، متعب. احنا نفسنا يا كابتن، كابتن والله مدحت. احنا نفسنا احنا نفسنا نحفل. لا، التحفيل والله العظيم اللطيف والله. الشيك. الشيك الظريف ده. طبعا يعني مش كابتن بعيدا عن اللي بيحصل طبعاً. يعني خالص. كابتن مدحت، طبعاً. الاسابيع دي كلها من ساعه ما الدوري ما بدا مم. السنه دي، مم. والظروف اللي حصلت في الزمالك، المدرب اللي جه والمشروع الجديد، والراجل مشي وجه احمد عبد الرؤوف، مم. والدنيا مش تمام، مشي جه معتمد، الدنيا بدات تظبط. الوقت ده كله يا كابتن، مم. وشاف الظروف دي كلها، وما يجي يقول لك ده الزمالك خد الدوري، انت هتقول ايه؟ اقول برافو على اللعيبه وبرافو على الاداره وبرافو على كل حاجه. صح صح يا كابتن. هو ده بقى المتعه اللي هو بركات برضو آه. يعني متفق معانا فيها، متعه مختلفه السنه دي. ان انت طالع في يعني الظروف من دي عنق كلها. الزجاجه. بالظبط كده. بالظبط هي بالظبط. دي. طيب. كابتن شريف، النهارده تروب خلاص هيكمل نهايه الموسم قولا واحدا، اكيد ماشي ولا عندك معلومه ثانيه انه لا قاعد؟ لا لا اكيد ماشي. تفضل تمشي بمدرسه الزمالك ان هم ما شاء الله اعتمدوا على كابتن معتمد ما شاء الله الله اكبر عليه، حتى هذه اللحظه هو ناجح نجاح عظيم ومصري، ولا الاهلي يحتاج دوما الى مدرسه اجنبيه؟ هو طبعا احنا يعني داخل جدران النادي الاهلي دايما المدرسه الاجنبيه هي ليها الفرصه الاكبر في القياده الفنيه في النادي الاهلي. نعم. ولكن طبعا بيبقى في ظروف استثنائيه، زي ما جه الكابتن عماد النحاس وعمل طفره، زي ما جه الكابتن معتمد في نادي الزمالك وعمل طفره. أيوة. انما عندنا في نادي الاهلي اه دايما الاولويه للمدرب الاجنبي، اه لان دايما بيبقى في نجوم وفي عناصر مهمه جدا، ولكن عندنا نجوم مصريه نجحت.
كابتن حسام البدري، مم. كابتن حسام حسن بينجح مع المنتخب الاول. مم. كل العناصر دي مهمه. علي ماهر عامل شغل مع سيراميكا، محمد يوسف. بيعرفوا يتحكموا في النجوم. كابتن محمد يوسف مم. كان مدير فني معانا وخدنا بطوله افريقيا، وكان معانا كابتن بركات. كلنا الحمد لله عملنا شغل كويس جدا. يعني العناصر بتاعه المدير الفني الاجنبي مم. هي دايما هتلاقيها مطلب. هنا بقى المشكله في حاجه يا كابتن، انا لما بجيب قياده فنيه مصريه ما بياخدش ربع الفرص اللي بياخدها المدير الفني الاجنبي، مم. ولا المساحه اللي بياخدها المدير الفني الاجنبي. ليه؟ فرق العقود مم. والالتزامات، وبتفرق بقى ان انت مصري، فما خلاص النادي الاهلي في وقت لازم تمشي ماشي، هتمشي. طبيعي ابن بلد غيره جاي واحد متغرب بالظبط. عشان فانا يدربك بتكلم يعني. ان احنا دايما بيبقى فرصه اكبر جدا للمدير الفني الاجنبي. نعم. المساحه بتبقى اكبر يعني. نعم. ولكن انا جدا مع المدير الفني المصري، يا ريت انا اتمنى ذلك وندي مساحه. مين بقى ترشحه؟ اقوى قياده فنيه موجوده اللي انا شايفها طبعا كابتن حسام بدري، عامل طفره كبيره جدا، واخد البطولتين هناك. ومرشح يمسك منتخب ليبيا الاول كمان. طبعا طبعا بشكل عامل كبير. صيت عظيم هناك. بالظبط. كابتن عظيم. حسام حسن عامل شغل كبير جدا مع المنتخب الاول، المنتخب المصري. وفي علي ماهر عامل شغل جديد. اي حد من الثلاثه. طيب بالظبط. كابتن بركات، يعني دفاع الزمالك وفقا للارقام، يعني ببص هنا للارقام، الزمالك داخل فيه عليه 14 هدف، ماشي؟ الاهلي عليه 21 هدف دفاع، برغم انه صفقات الاهلي الدفاعيه اكتر بكتير من الزمالك. تفسر ده بايه؟ والله انا بفسرها مش في الاربعه خمسه اللي موجودين بيلعبوا ورا، انا بفسرها بالمنظومه الدفاعيه كلها من البدايه. منظومه الضغط على المنافس لما بتفقد الكوره، لانك انت لما بتشتغل دوت صح، وكل معظم الماتشات حتى والاهلي السنه دي ما بيقدمش احلى كوره يا كابتن، ولكن الاوقات دايما اللي النادي الاهلي بيضغط فيها على الفرقه، الفترات اللي بيلعبها اللي هي تعتبر فترات قريبه، يعني ممكن تبص تلاقي اول ربع ساعه تلت ساعه النادي الاهلي بيلعب في التلت الامامي بتاع ضاغط الفرقه. فبيعمل الضغط صح، بيبقى ضغط جماعي، محدش بيكسل، فانت على طول معاك الكوره، فانت على طول وقت المباراه وانت شغال قدام. اما بتبتدي تكسل، ناس ديت بتبتدي تروح نص ملعبك، بتبتدي تروح عندك، بيبقى فيه زيادات، فبالتالي بيجي عليك. ده ما بيحصلش في الزمالك. بس الفترة ديت يا كابتن في الزمالك، بس برضو يعني عشان اكون امين معاك، اولا حسام حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد في افضل الاحوال. محمد اسماعيل بصراحه من ساعه ما اتنقل وهو ماشي بشكل كويس، سواء في المكان دوت او حتى في الظروف الصعبه اما بيطلع بيه في نص الملعب. فالناس شغاله بشكل كويس سواء في الجانب الدفاع او حتى من نص الملعب. احمد ربيع الفتره اللي فاتت ماشي كويس قوي. محمد شحاته من اول ما راح نادي الزمالك وهو شغال بشكل كويس قوي. طبعا. فالناس الناس ديت بتريح، يعني عبد الله في الجانب الهجومي، ولكن انا بتكلم على الناس دهيت لما بتبقى موجوده دفاعيا، لا بيفوقوا الناس وبيقللوا ضغط كبير جدا على الجماعه اللي ورا. يعني ده بتفسر بيه انه ليه دفاع الزمالك ما دخلش اعداد الاهلي. وبعدين خد بالك برضو، انت طلع من عندك يا كابتن، يعني انا يعني اما شفت الصفقات اللي جات وكده، وان مثلا ما حدش يعني لعب باستمراريه، يعني مثلا جه العيش، ياسين مشي، العيش ياسين جه، هادي جه، الجزار جه، كان عندي رامي ربيعه، يعني فاهم. ورامي ربيعه كان ماشي بشكل كويس قوي، لعيب دولي وبتاع وكده، يعني رائع. حتى لو يعني مثلا كنت يعني رامي على السنين اللي قعدها دي كلها، وكان كابتن من كباتن الفرقه، لو كان موجود كان هيفرق جدا مع النادي الاهلي دفاعيا. اكرم لو كان موجود، اكرم توفيق في حته نص الملعب، او بس محتاجه الاهلي، محتاج ويلعب باك رايت ونص ملعب يا كابتن. يعني انت عندك تخرة في وسط الملعب. الناس دهيت دفاعيا كانت هتفرق. انا قلت لك يا كابتن، هي المشكله مش لازم تبقى موجوده في الخط الدفاعي، هي موجوده في المنظومه، اللعيبه اللي بتضغط، المسانده يعني. بالظبط كده، المسانده. انت كان عندك لعيبه بتضغط زي اكرم ما شاء الله عليه، بدنيا 90 دقيقه تلاقيه في اي وقت. رامي بخبرته الكبيره كان هيفرق قوي مع يعملوا توازن. كابتن عبد الحليم، ماتش ان شاء الله شباب والولاد بعد بكره جمعه ان شاء الله باذن الله. الزمالك تقدم هناك 1-0. من وجهه نظرك، انت اشتغلت مدير كوره فتره في نادي الزمالك، وكان مدير فني مين كان معايا؟ كان مره ميدو في البدايه ومكليش، واشتغلت مع في كذا مدرب.
وباتشيكو اشتغلت معاه. وباتشيكو اشتغلت معاه. ما استعنش بيك تاني، ما تمش السنه بيك في الاداره تاني؟ لا لا ما حصلش. لا. طيب الزمالك كسب هناك 1-0 هنا، وعلى فكره فرقه شبيب بتاع ده الوداد دي فرقه مش سهله. بلوزداد. كده محترم. بلوزداد انا طبعا اسف، طبعا. فرقه محترمه جدا. والشوط الثاني عملت هي جيم قوي جدا. نهت بشكل وضيعت كويس. اجوان. ضيعت ضيعت اهداف أجوان. مؤكده، والماتش حقيقة. هيبقى صعب جدا. دي حقيقة. شايف ان افضل طريقه يلعب بيها نادي الزمالك الماتش بتاع بعد بكره؟ الاسلوب اللي هو بيلعب بيه ما يغيرش فيه حاجه، المعتاد بتاعه 4 2 3 1 ويلعب باسلوبه 4-2-3-1. كنت يعني الانسجام ما بين الدفاع والهجوم. ما يدافعش في البدايه يمتص حماس لا الفرقه. ما ينفعش في القاهره. هو اولا رقم واحد لازم تعرف ان انت لسه 0-0. نعم. المكسب بتاع الجزاء ده تطلعه من دماغك. اقول للعيبه مم. طلع من دماغك ان انت كسبت 1-0 هنا. مم. اعتبر دي المباراه الاولانيه ان نعم. انت محتاج تكسب في القاهره وانت بتلعب في القاهره. دي رقم واحد. انه يلعب يعني مهاجما. انت نازل ان ما تعتمدش ان انت كسبان. لا، اعتبر نفسك ان انت 0-0 وعايز تكسب في القاهره. عشان انت لو نزلت بالفكر ان انت كسبان 1 نعم الدنيا هتختلف معاك تماما. هتختلف. بتقابل دي فرقه كوره، هم ناهيين بشكل كويس وعندهم عناصر جيد. اذا هو اللي ناهي هناك فاكيد برضه هيبقى بنفس النمط ده. فبالتالي تقابله الطبيعي بتاعك في الجزء الدفاع. كابتن النهارده جماعي، النهارده ما بيعتمدش على خط معين. يبتدي بعبد الله السعيد ولا عبد الله السعيد ممكن ياخد الشوط الثاني؟ لا، يبتدي بعبد الله السعيد. لازم عبد الله. وجنبه شحاته. وشحاته طبعا. والثالث انت هتلعب ب2-6. يلعب بربيع وشحاته قدامهم عبد الله السعيد. كده انت هتلاعب فتوح وهتقعد بنتايج زي الماتش الاولاني، صح كده؟ انا من رايي اللي بدا بيه ابدا بيه. هو كابتن يعني حاجه مهمه جدا بخصوص الزمالك. مباراه زي دي اتفق طبعا مع عبد الحليم، ما تركنش ان انت كسبان 1-0 والكلام دوت طبعا، لانه برضو فريق كبير جاي ما فيش حاجه يخسرها. ولكن النصيحه طبعا اللي احنا بنقولها دور الاجنحه في مساعده الاظهره مهم جدا في مباراه زي دي. اتعملت كويس قوي الشوط الاولاني في الماتش اللي فات. كنا بنشوف بنزيرة بيرجع. الناحيه الثانيه كان مين؟ الناحيه الثانيه كان عدي صح بيرجع. وكانت بتتعمل كويس. وسبحان الله كابتن الشوط الثاني رغم ان الزمالك تراجع عشان يدافع عن الهدف، ولكن ما كانش في الحته ان انت مقرب من الباك، وبالتالي ظهرت خطوره شباب بلوزداد في حته مزيان، وهو اللعيب اللي يمكن بالظبط اللعيب اللي منور عندهم قوي. وخطورته كلها من ناحيه الوينج الشمال. لعيب ما بيخافش، بيحط الكره تحت رجله بيروح 1 على 1 وبيعدي. وعدى كتير جدا جدا. والله يكون في عون عمر جابر. الماتش الاولاني كبير كان بيقاسي من الناحيه ديت، لان كان دايما الراجل لما بيحط الكوره ما بيلاقيش اللي قريب منه، فبيلاقي 1 على 1 وهو مهارته بتخليه ان هو يساوي. من هنا ظهرت خطوره شباب بلوزداد. اللعيب المهاري ده كابتن اللي هو بيحط الكوره وبيبقى رايح يرقص، بيهمد اول ما بيلاقي 2 جنب بعض. فاول تفكير بالنسبه له ان هو يتباصي وتخلص منه. ومن هنا بقى انما هيلاقي 1 على 1 في اي وقت هيبقى التفكير ان هو هيروح وهيعدي. ومن هنا بقى يا كابتن ومن هنا اللي بيقولوا بركات ده لازم تبقى انت عارف ان اكثرهم خطوره الطرف ده. بالظبط. لازم تنزل بقى. ده كلام مهم الحقيقه يوصل للعيبه بتوع الزمالك. اللي هتعمله رقم 1 ورقم 100 هي دي مكمن الخطوره. لازم توقف مكمن الخطوره بتاعك. تاني حاجه انت في مساحات في الديفنس بتاعهم مساحات كبيره. لازم برضو تشتغل على الاطراف وعلى الاختراقات من العمق بشكل كويس. انت هتروح الماتش ده من وجهه نظري هتروح بنسبه كبيره. اللعيبه كمان يزيد عليها لازم التركيز يا كابتن. طبعا الفرصه اللي هتجيلك لازم تعرف ان دي مفيش كلام. اخر طيب فرصه. عايز اخد توقعاتكم سريعا دون يعني ايه ان انت فرقتك فلازم تكسبها. يعني ممكن ماتشات تقول فيها تعادل عادي. سريعا جدا هبدا من عندك كابتن شريف. الدوري العام؟ الدوري العام طبعا. تاني؟ ما هو لازم انا بقيتها كل مره. الزمالك بيراميدز. سريعا بس. بيراميدز ممكن. بيراميدز اوكي خلاص. غيرت ليه؟ المره اللي فاتت كان تعادل. لا يا معلش هو بركات اللي قال تعادل. انا قلت بركات اللي قال تعادل. بركات قال تعادل وبركات بعديك. هو انت قلت بيراميدز كويس كابتن بركات. يا باشا قال بيراميدز تعادل. لا زمالك. الزمالك. مش عايزين نميل يعني. لا 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 خالص خالص. الزمالك ام بي.
الزمالك. تعادل. تعادل. امبي فرقه مش سهله برضه فعلا. الزمالك. 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 الزمالك والاهلي. الاهلي. الاهلي. تعادل. تعادل. هنا كان عندهم واقعيه شديده ان هم ما قالوش الزمالك، ودي حاجه تحسب لهم. ليه بقى يا كابتن؟ اه لان انا لو خدت الماتشين دولت ان رايح هم فوق، هبقى رايح ان هم للنادي بيراميدز الاهلي. وامبي. محتاجات ايه من الموضوع لا بس ده؟ خد بالك يا كابتن، احنا ما بنقولهاش والله برضه عشان اهلي. لا، بس أصل أنا عشان هبقى إحنا نازل مفيش الماتش ده عايز option. أكسب. يعني انت فاهم؟ نازل يعني أنا أنت لازم أكسب. ما قداميش غير احتياجات المكسب. طبعا طبعا. سموحه والزمالك. سموحه فرقة قدام تقيلة. الاهلي لا، فرقة تقيلة. انا شايف ممكن يبقى فيها تعادل. تعادل. سموحه فريق شرس. اوكي. سموحه قدام الاهلي برضه خد بالك ما كانتش زي سموحه قدام انبي بالظبط. قبلها ب3 ايام. ما هو اتغلبت من امبي 2 اعتقد. اثنين. الزمالك آه. كابتن، الزمالك. الزمالك يكسب. الزمالك. الزمالك باذن الله. الزمالك. الزمالك وسيراميكا. كابتن ماتش علي بدأ يغير افكاره، دي جديده بالنسبه لي جدا. لا يعني ممكن يبقى تعادل. تعادل. بص، هي نتائج السيراميكا مع الاهلي والزمالك دايما مش بتبقى في مصلحته، باستثناء ماتش الكاس اللي هو خرج فيه اللي هو خرج الزمالك، فيه ولكن بغض النظر كل ماتشات الدوري دايما كان بتبقى في رايحه نقص للاهلي برضه، خلي والزمالك. بالك. بدأ في نقص يغير لعيبة كتير. افكاره، خلي بالك. بس انا بتكلم آه، على صح. العموم يعني. تمام. الزمالك. 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 احنا لو مشينا بالمعدل دي اخر مباراه، احنا لو مشينا بالمعدل اللي اتكلمنا فيه كده مش محتاجين المباراه دي. لا ليه؟ لا خد بالك. لو ما انت مشينا تعادلت مع الاهلي. ما انت الناحيه الثانيه ما انا قعدت لسه بوتين بونت زي ولو- لا، الناحية انا التانية وقعت فين؟ بيراميدز انت خلاص. بتعادل مع الاهلي وانا مخسرك الماتش ده. انا مخسرك لا انت تعادلت لما مع الاهلي. تعادلت لو خسرت من انا سيراميكا اتمنى وتعادلت اوصل، هتبقى مشكله. اتمنى اوصل للمكان ده وانا مش محتاج الماتش ده. لا هتبقى محتاج، وانا بقول لك هتبقى محتاج. لا على اتمنى يكون مكسب. انما هو اسوء الظروف هيبقى تعادل. ماتش تقيل. ماتش تقيل. أسوأ الظروف ممكن لو ما كسبش يبقى تعادل. لكن بص انا عايز اجزم لك بحاجه تتحسب عليا اهو. هتبقى اخر ماتش انت محتاج كابتن هيبقى فيها قولا واحدا يعني. هي بص يا كابتن، هي الكره المصريه زي ما بركات بيتكلم. هيحصل تعادلات. بص ما تعرفلاش حاجه. طيب لو تعادلت بعد نروح بعد كده على بيراميدز، باعتبارها هي الثاني دلوقتي في الدوري. بيراميدز والمصري، نبتدي من عندك كابتن عبد الحليم. بيراميدز والمصري هم اوريدي اتعادلوا يا كابتن. اتعادلوا 1-1. صح سوري انا اسف. الزمالك وبيراميدز قلناها خلاص. بيراميدز والاهلي. بيراميدز والاهلي ده يوم 27 اعتقد. 27 8 مساء. الاهلي اوكي. تعادل. بس كده بركض. تعادل. حلو كده، نزل ساعه. هنا الاهلي. الاهلي ان شاء الله. ما اعرفش وصلت عند الناس ولا لا. هو ما كابتن عبد الحليم قال الاهلي، فكابتن بركات قال له نزل ساعه. اصل ليه الاهلي يا كابتن؟ أيوة الاهلي ماتشاته اللي جايه كلها خلاص حياه وموت. أيوة طبعا، معلش، بس كله. لا والماتش الفرقه كلها. كرة في الملعب. الفرقه كلها. لا الماتش ده يا كابتن يدخله. الاهلي عنده جماهيره وعنده الفرقه كلها وعنده كل حاجه، فبالتالي الماتش ده يبقى مصيري ومحور منافسته على البطوله. اكيد. بس المنافسه المباشر ممكن تكسب وتجيب منه 3 بونت وتقع في ماتشين يضربوا منك 4 بونت. بص يا بركات، كله بيفكر ايه؟ الزمالك والاهلي. الزمالك بيفكر ما قابل الاهلي هيعمل ايه مثلا، او الاهلي العكس. طب الماتشات الثانيه ايه؟ ما هي مشكله في كده. طيب بيراميدز وامبي. بيراميدز. بيراميدز. بالرغم ان امبي مش سهل ابدا. سيراميكا وبيراميدز. تعادل. سيراميكا. تعادل برضه ماتش صعب جدا. تعادل. بيراميدز وسموحه. بيراميدز. تعادل. ممكن جدا تعادل. احنا اتفقنا ان سموحه مش سهله ابدا. لا الاهلي احنا قلنا تقريبا معظم ماتشاتنا، خلينا نراجع تاني. احنا قلنا خلاص الاهلي وسيراميكا 1-1 والاهلي وسموحه 2-1. خلاص خلصنا من الماتشين دول، فاضل 4 ماتشات. سريعا في كلمه واحده عشان الوقت خلص. بيراميدز والاهلي احنا قلناه خلاص، مش كده؟ قلناه خلاص. الزمالك والاهلي قلناه. الاهلي وامبي قلنا الاهلي وامبي. الاهلي كلنا قلنا. المصري والاهلي. مصر. اهلي. خلاص. مش هنتكلم دلوقتي على الفرقه الرابعه سيراميكا، ان هي بعدت شويه الى حد ما يعني، فلكن ما زال عندها الامل.
كابتن شريف، كابتن بركات، كابتن مدحت، كابتن عبد الحليم، شرفتوا ونورتوا. شرف لينا. شكرا جزيلا. كده يا كابتن. ان شاء الله غدا الخميس عندنا طبعا برافو عليك، وعندنا دوري روشن وكل الاهداف الجميله بمشيئه الرحمن. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.